أن تكون كاتبا يعني أن تعيش حياة غير حياتك. أن تكون كاتبا يعني أن تخلق لك عالما آخر وأحلاما أخرى. أن يكون لك القلم صديقا والورق رفيقا. أن تكون عاشقا للحرف محبا للكلمة. أن تكون لك قصة حب من نوع آخر. أن تنسج بحبرك. أن تنسج بحبرك شبكة من حب وبغض، من راحة وتعب، من فرح وحزن. أن تكون كاتبا يعني أن تكون مسيطرا، لا مسيطرا على غيرك بل مسيطرا لمكنونات نفسك. أن تكون كاتبا يعني أن تكون التمرد متعتك القصوى، التمرد على قوانين الواقع والتمرد على الحواجز بينك وبين أحلامك. أن تكون كاتبا يعني أن تمتلك الكون بكلماتك، بخواطرك، بشعرك. أن تكون كاتبا يعني أن تكون عاشقا، عالما، محبا، أميرا، ملكا، مسيطرا. لمن لا يعرف الكاتب لخصتها بهذه المفردات. غادة، بحبكن، أكيد القادم أجمل إن شاء الله، وأكيد محبتي للجميع. غادة، بحبكن بس بتمنى تتابعوا وتدعموا المحتوى الهادف مثل بقية المحتويات. تحياتي أكيد للجميع، بحبكن من قلب الطبيعة حمانة. شايفين؟ شايفين الجو شلون حلو؟